يبدأ لو هيعمل حاجة. نقول بسم الله. بص يا شباب، احنا كان بداية الاسبوع اللي فات مستهدفين السيولة دي، وقلنا بعدها هنبدأ نشوف السعر هيعمل ايه. ده بالنسبة للاربع ساعات على الدهب. ماشي. قبل بس ما نقول له على الموضوع ده، احنا كان عندنا القمة دي، القمة التاريخية بتاعتنا هنا اهي، وكان عندنا هنا القمة اللي قبلها اتسحبت بقى دي. يا شباب في حد عندكم عامل معلش اعملوا ميوت معلش. شباب حاولوا تعملوا ميوت بعد اذنكم. تمام ممتاز. بقى انا عندي القمه دي قويه جدا بالنسبه للاربع ساعات، وبدا يعمل لي شيفت. ركز معايا. وبدا يعمل لي شيفت في المنطقه دي. ماشي. وبعد كده بدا يصحح ويكمل هبوط وهكذا. ماشي. انا بالنسبه للاتجاه الاربع ساعات هو هابط، ودي اقوى منطقه بالنسبه لي. حتى انا مسمي هنا المنطقه دي اوردر بلوك سترونج. ماشي. طيب. وصلنا، ما كانتش هنا، كانت فين السحب السيارة اللي احنا قلنا عليها؟ كانت هنا. ايه ده، هي راحت فين؟ هنقدم اوردر بلوك ده. ايوه، الشغل بتاعنا كان هنا من الاسبوع اللي فات. قلنا ان السعر هيسحب السيوله دي، ولا اما يكمل لي، لان هو دلوقتي بيدور على السيوله اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديوهات اللي فاتت في المنطقه. بقول لكم ايه، عشان في ناس برضو ايه ممكن ما تكونش متابعه، فخلينا واحده واحده كده ايه، نشيل كل ده ونبدا من الصفر. ماشي. بص يا معلم، انا عندي هنا قمه تاريخيه، وبرضه بلاش نتكلم على دي عشان دي قبل كده. خلينا نبدا نتكلم من اول هنا. ماشي. مع ان السعر مع ان السعر خد المنطقة دي ونزل نزول حاد زي كده، وبدأ يعمل لي تغير في الاتجاه في الانترنال ستراكشر. ماشي. خلينا نعملها هنا MSS. تمام كده. خلاص بقى انا بالنسبه لي دلوقتي الاتجاه هابط. طيب هبدا انا اشوف الحركه وهو نازل، هل السعر سايب لي السيوله؟ مش سايب لي غير المنطقه دي. هي دي سيوله قويه جدا كتيره، لان السعر فضل كتير جدا يمشي. ممكن تقريبا يومين او ثلاثه، يعني عشان ده في من الاربع ساعات. ممتاز. طيب بما ان السعر عمل شيفت، هو دلوقتي طالع يصحح عشان يكمل ايه، صعود. عشان يكمل هبوط المفروض، صح كده؟ بما ان هو خلاص عمل شيفت، فهو طالع بقى ياخد سيوله ويبدا يرد لي ايه من مناطق اهتمام. طيب انا عايز اشوف اصلا مناطق الاهتمام اللي عندي. ما عنديش غير اقوى منطقه اللي هي ايه، الاوردر بلوك الاربع ساعات ده، وانا كنت مسميه اوردر بلوك سترونج. ماشي. لان اصلا المنطقه قويه بالنسبه لنا. فين السترونج اهو، هي المنطقه دي واخده صوره القمه دي، فالمنطقه دي قويه جدا بالنسبه لي. تمام. تمام. طيب انا دلوقتي السعر لما سحب لي دي وقفل لي الاغلاق ده، يعني هو دلوقتي لما نزل عمل لي شيفت. كان عندي السيوله هنا كنا متكلمين عنها، وبعد كده خد لي دي. ايوه. وبعد ما خدها لي زي ما انت شايف السعر عمل لك ايه، تك 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 تك. فقلنا ان السيوله دي اتاخدت، انا استهدافي اول حاجه دي. السعر كان واقف هنا تقريبا، يسيبه يصحح شويه واشتروا معاه لحد هنا. طيب السعر خد لي المنطقه دي وبدا ايه يصحح شويه، ورد لي منين، من الاوردر بلوك اللي مفيش اصلا غيره في الموجه، اللي هو ده. وكان صعب يوصل للمنطقه دي، لان دي سترونج لو، يعني هي منطقه قويه، قويه جدا واخده سيوله. وبعدها السعر زي ما انت شايف، فهنعمل ايه، سترونج لو. طيب بعد ما السعر رد لي من الاوردر بلوك ده بقى، ركز عشان هنا بقى هنبدا ايه الشغل التقيل شويه. خلينا تمام. السعر بدا يصحح يكسر، سوري، رد من الاوردر بلوك وبدا يطلع كسر لي القمه دي. بدانا في بدايه ايه يا سيدي، تشك برضو على الفريمات الصغيره. هي كانت بدايتها هنا، ولكن اكد لي هنا IMSS. ممتاز. طيب ادانا هنا قمه، بعد كده بدا يصحح شويه، والتصحيحه دي بقى ايه، كان بدايه البلاي ليست اللي احنا بدانا نشتغل عليها. انا مع الاغلاق ده توقعنا ان السعر نازل ياخد سيوله. طيب انا عندي فين السيوله اللي في المنطقه دي؟ مفيش غير الديل ده الوحيد السيوله بالنسبه لي. وعندي هنا منطقه ترد السعر وهي دي. فاحنا كنا متوقعين ان السعر يرد. ايوه هات لي دي كده. كنا متوقعين ان السعر يرد، يسحب السيوله دي، ولو هيرد يرد من المنطقه دي. بس احنا اصلا كان التارجت بتاعنا ايه، السيوله اللي في الاخر دي، وبدانا نشتغل عليها ده في اسبوع من هنا لهنا، تقريبا اسبوع ولا حاجه، وفضلنا ناخد صفقات بيعيه. طيب بعد كده بقى السعر فضل زي ما انتم شايفين، فضل يهبل شويه بشمعه كده، كانت خبر يوم. وبعد كده ايه اللي حصل؟ طيب انا هنا السعر هنا اداني قمه جديده. تمام. كنا مسمينها تارجت، ولا خلينا نسميها ايه، IB.
بما ان السعر خد هنا سيوله، وهو خد بالك عشان برضه عايز اوصلك على حاجه. احنا قلنا ان اتجاه الاربع ساعات هابط، احنا كده بنحدد اتجاه الاربع ساعات، وكنا مستنيين السعر يوصل للمنطقه دي عشان نبيع، وهي منطقه قويه صح كده. ولكن السعر وهو طالع مش مديني اي سيوله، هو بيفضل يعمل لك انترنال 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 وينظف بايه؟ باكسترنال. عمال يعمل لك انترنال انترنال وهتلاقيها واضحه على الساعه، وينظف باكسترنال. ماشي. ما مش سايب لي اي سيوله ان احنا نقدر نبيع من المنطقه دي، وهقول لك دلوقتي هنتعامل معاها ازاي. ممتاز. ممتاز. طيب احنا بدأنا هنا بعد ما ننضف السيوله دي وبدأ يطلع صحح شويه واستهدفنا بقى المناطق دي. ولكن بقى ايه، عايزين نركز شويه على الساعه ونشوف السعر لا، على الربع ساعه. نشوف السعر عمل ايه امبارح وعمل ايه النهارده. طيب احنا هنا السعر الصفقتين اللي انا كنت داخلهم امبارح وقلت لكم عليها، لانها حصلت 3 مرات دلوقتي، بس اخر مره دي انا ما خدتش بالي منها. بص يا سيدي، انا السعر هنا اداني اعلى قيمه زي ما انت شايف، ادي الاي. بص ممتاز. طيب نازل يصحح في مناطق اهتمام كنا محددين دي ومنطقه تحت، ولكن السعر عمل ايه؟ خد سيوله اكتفى بيها وخلاص. طب فين السيوله اللي عندي؟ هي دي اخر قاع فيهم. فين هو ده؟ مجرد ما خده وشرحنا الصفقه دي على اليوتيوب، خدهم وزي ما انت شايف بدأ يطلع. السعر مش محتاج ينزل للمناطق دي، خاصة ان هو سايب لي سيولة كتير جدا هنا. ممتاز. ممتاز. طلع السعر كسر لي المنطقة واحدة واحدة، نزل يصحح، عمل شوية سيولة هنا، خدها لي بالاوردر بلوك ده او بالشمعة دي، وبعد كده صحح عليها وكمل صعود، وكنت داخل خدت انا صفقتي من هنا. وبعد كده اليوم قفل تقريبا، اليوم قفل هنا كده في الحتة دي او هنا مش فاكر. المهم طبعا بالصعود القوي ده كله ما تتوقعش غير التصحيح، او السعر بقى يفضل ايه، يفضل ماشي. وده عشان كده قلنا بلاش نعمل المكالمه امبارح. فضل السعر ماشي 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 ماشي، وانا كنت متوقعها ديت، لان انا ما فيش عندي، لو فتحنا الساعه ما فيش عندي اي مناطق ترد السعر غير ايه، غير ان انا عندي، هقول لك دلوقتي برضو ايه اللي رد السعر. عندي فير فاليو جاب على الساعه، عندي هنا منطقه اوردر فلو برضو على الربع. ايه ده على الربع ساعه، سوري. لا ده الساعه، ده الساعه. طيب عندي هنا اوردر فلو او اوردر بلوك في المنطقه دي على الساعه. وما كنت يعني ما كنتش متوقع ان السعر يوصل لهنا ابدا. ليه؟ لان الكسر كان قوي جدا، وزي ما قلت لك امبارح هو صعود صعود صعود، ما تتوقعش اي حاجه. يعني ما فيش مناطق اهتمام السعر يعني انا ده اوردر فير فاليو جاب واضح للكل. ممتاز. خلينا نسميها بي او اي، واضح للكل. وانا دايما بحب اشتغل على الحاجه اللي مش واضحه للكل. ماشي. فعشان كده كانت سهل جدا اخش اقول لك يلا حدد المنطقه دي وحدد المنطقه دي، ولكن دي انا كنت مستبعدها لان كانت بعيده شويه. مع الكسر ده مش محتاج السعر يصحح كل ده، والمنطقه دي كانت واضحه للكل. يعني انا كنت متوقع ان هو لو نزل لها لا هيكسرها. ممتاز لحد كده. ممتاز. طيب السعر هنا بقى عمل لي ايه بقى؟ ايه اللي خلاه يطلع؟ هقول لك انا، لان انا خدت له ستوب حلو في المنطقه دي. بص يا سيدي، السعر هنا لما عمل لي بدايه اول قمه في المنطقه دي كانت بدايه اليوم، طلع سحب لي قمه اليوم وبدا يصحح. طيب انا في التصحيح ده في الانترنال بريك هتلاقي السعر بدا يعمل لك ايه، انترنال شيفت في المنطقه دي، وبعد كده عمال يسلم لك بقى ايه في انترنال. بص كل ده يا شباب انترنال، وبعد كده اداني ايه، عمل لي هنا قاع، طلع يصحح شويه وبدا يكمل. طب بعد كده اداني هنا ايه، انترنال بوست تاني. ممتاز. ممتاز. طيب بعد ما اداني انترنال بوست هقول لك انا خدت ليه صفقه من هنا. انا توقعت ان، او مش توقعت، ده الطبيعي يعني، ولكن برضو ايه، ما كانتش صفقه قويه يعني. ده بالنسبه لي الانترنال شيفت، بالنسبه كل ده للانترنال. ماشي. طيب انا شايف السعر ضعيف ضعيف ضعيف، فهو عمال يعمل يديني قيمه يعني زي ما انت شايف، نزل كسر صحح على الفير فاليو جاب مثلا وليكن، او سحب السيره دي ونزل. طيب انا كنت اتوقع ان السعر هينزل اكتر من كده. يعني انا كنت متوقع ان السعر بقى ايه، هيفضل يسيب لي السيوله فوق كده، يفضل ينزل ويسيب لي السيوله، يفضل ينزل ويسيب لي السيوله. والنهارده يعني كنت متوقع النهارده ما فيش اي حركه، وبعد كده يكمل صعود. ولكن ايه، الدهب بقى غفلني في الحته دي. وهي ايه بقى؟ انا عندي لما بدات احلل المنطقه دي كده سريعا، عملت كده. ادي عندي سيوله في الانترنال، ودي من اصعب السيولات. وعندي هنا اوردر بلوك مخفي هو اللي سبب لي الايه، الكسر ده. يعني المنطقه دي الشمعه دي او المنطقه دي عامه يعني هي اللي سببت لي الكسر، فدي الى الان منطقه قويه. ولكن في حاجه ما خدتش بالي منها خالص. ايه هي؟ ان السعر كان عندي السيوله بالنسبه لي اخرها هنا نفس بتاع امبارح،
بص هو السعر نزل، عمل نفس الصفقه بتاعت امبارح، ولكن انا ما خدتش بالي منها ليه؟ لان ما ادانيش شمعه السكوب. يعني انا دايما لما تحس ان في صفقه، لما تحس ان في سيوله قويه متاخده، تلاقي السعر مديك شمعه كده، ومديك ديل قد الشمعه قد كده، فاهمين؟ ده يدل على اخذ السيوله وخلاص ناوي يطلع. يعني بتلاقيها كتير يعني في الشرط، ولكن على حسب مكانها. فهنا ما ادانيش، عارف انت اللي هو ايه، ما ادانيش برضه، وما كنتش واخد بالي منها لان هو اصلا ما ادانيش هنا. فتوقعت ان السعر هيطلع من هنا كده، ياخد السيوله دي ويرد لي من الايه، من المنطقه دي. عشان كده انا خدت ستوب من المنطقه دي، كان ستوب هنا، ولكن برضه كانت مش من الصفقات اللي مش قويه. ستوب هنا كان هدفي البوس ده حوالي 7 أو 8 ار، وخدت له ستوب في المنطقه دي. طيب السعر طلع بقى عمل لي ايه؟ خلاص زي ما انت شايف السعر اكتفى بالسيوله، سواء دي او دي ودي. مفيش بقى عندي سيوله، بص مفيش هنا سيوله تاني. نفس الصفقه بتاعت امبارح بتاعت الذهب، السعر كان اخر السيوله هنا، مفيش سيوله هنا، دي كانت اخر السيوله بالنسبه لي. هنا نفس الكلام، تحس ان الذهب بيعيد نفس الحركه. وبعد كده بقى ايه، طلع عمل لي ايه؟ ادي الانترنال، بص كل ده احنا داخلين في الانترنال، وبدا يكمل صعود زي ما انت شايفه بقوه. طيب انا دلوقتي بالنسبه لهيكل الربع ساعه شكرا، مفيش اي حاجه بالنسبه لي غير ايه، الاربع ساعات. لان ليه هقول لك شكرا؟ لان انا عندي الربع ساعه خلاص، مفيش هنا مناطق سواء شرائيه او بيع. احنا من دلوقتي بندور على الشراء، مفيش ابدا للبيع. ولكن بقى في حاجه عايز اقول لك عليها، ما يعني ما حدش هيقول لك عليها. ايه هي بقى؟ انا عندي الاوردر بلوك ده زي ما بقول لك سترونج، قوي جدا جدا جدا، ماشي. طيب يبقى انا كنت المفروض السعر اما يوصل له، لان هو مفيش غيره في كل ده سيوله، مفيش غيره غير في المنطقه دي، والسعر بقى فضل يتحرك زي ما انت شايف. ولكن انا بالنسبه لي صعب ان انا ابيع من هنا. طب ليه بقى؟ لان انا السعر مش سايب لي السيوله خالص وراه. دي مش سيوله، ودي مش سيوله، ودي مش سيوله. فهمنا الحته دي؟ انا زي ما انتم عارفين انا الحمد لله بحاول اعتمد سيوله بس، يعني انا بحاول اتارجت السيوله، ماشي. وشفت طبعا كل الكلام ده في شرح الصفقات وهكذا. ولكن انا يا ربي اوعى اكون المكالمه فصلت. هي المكالمه شغاله؟ شغاله الحمد لله، ممتاز. طيب فهتلاقي الناس كلها هتبيع من المناطق دي، وهوريكم كمية الناس اللي هتبيع من المناطق دي. ولكن انا بالنسبة لي ما فيش سيولة متارجتها تحت. هل السعر ممكن يعمل، يعني احنا دلوقتي لما جينا نعمل الهيكل، خلينا نمسح كل مثلا شوية دول. لما جينا نحدد الهيكل بتاعنا، هي منطقة خدت السيولة وبدأ يهبط، وعمل لي أول كسر هنا. وبعد كده إيه يا معلم، خد السيولة وبدأ يصعد. إحنا مفيش أي منطقة إن إحنا نبيع من عندها غير دي. ولكن زي ما قلت لك أنا ما عنديش سيولة، قلت لك دي مش سيولة ودي مش سيولة. ده يا جدعان ده اكسترنال تنظيف. ده السعر بينزل ينظف، يعني بيعمل شوية سيولة وينزل ينظفها بالمنطقة دي، فالمنطقة دي بقت قوية. فاهم قصدي؟ دايما اللي تشك بالنسبة لك هيبقى قوي. لو إحنا بدأنا مثلا قلنا إن ده انترنال، بص يعني خلينا بقى نجيب كده، ده بص وده بص، فده التشوك بتاعه. التشوك بتاعه مش تحت السيوله، هو اصلا واخد لكل السيوله وعامل لي منطقه سترونج. نفس الكلام هنا، ادي واحد مثلا وليكن ادي اتنين، ده اخر قاع ده سترونج، فهمنا؟ فعشان كده بقول لك انا صعب ان انا ابيع منين، وانا اصلا كنت من اسبوعين او من اسبوع كنت مستني السعر هنا عشان نبيع، ولكن هو مش سايب لي سيوله. طب نعمل ايه طيب دلوقتي؟ هل السعر ممكن ياخد منه ريجكشن؟ يعني اتوقع ان هو ممكن ياخد منه ريجكشن ولو بسيط، يعني مثلا ياخد منه حركه كده ويبدا يهبط شويه. ليه الهبوط الشويه دول؟ لان كل الناس مش شايفه غير الاوردر بلوك ده، وكل الناس هتبيع من الاوردر بلوك ده، وكل الناس هو افتح كده الشارت 4 ساعات، حدد لي الهيكل، مش هتلاقي غير الاوردر بلوك ده، وهو الوحيد الاكستريم اوردر بلوك. ولكن انا ما اتوقعش ان السعر ممكن يرد منه. اي نعم طبيعي جدا يرد منه، انا كلامي مش قران، ولكن كتحليل كسيوله لا، انا ما عنديش سيوله تحت استهدفها. هو السعر كل شويه عمال يعمل لي شويه سيوله كده، السعر عمال يطلع، يعمل لي شويه سيوله 1 2 3، ويقوم منضفها يقوم طالع، يعمل لي 1 2 3 4، يقوم منضفها يقوم طالع، 1 2 3 4، يقوم منضفها يقوم طالع. فانا مستني، عارف انت اللي هو ايه، انا مستني شويه سيوله تتكون لي عشان استهدفهم، مفيش خالص. فعشان كده انا مش مع البيع من هنا، ماشي. هنشوف السعر ممكن يعمله، يعني هنشوف السعر ممكن يعمل ايه. هل السعر لو كسر المنطقه دي خلاص، يبقى انا كده ايه، هبدا احاول ادور على مناطق شرائيه، وابدا استهدف بقى القمه التاريخيه. خلاص ما فيش غيرها بعد كده، ماشي.
وبرضه المنطقه دي ما وراهاش سيوله، يعني هي المنطقه دي اصلا نفسها قويه جدا، مفيش ولا اي سيوله وراها، هي اصلا مفيش غير القمه دي كانت اكبر قمه واتاخدت. ماشي. فهي مفيش اي منطقه ترد السعر غير دي، ولكن برضه انا ما عنديش سيوله ان انا استهدفها تحت. تعرف انت لو السعر وهو طالع كان بيعمل لي كده؟ تعرف انت لو السعر وهو طالع مثلا كان بيفضل يعمل لي كده؟ كنت اقدر ابيع، مثلا يبدا يطلع 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 وهكذا. هو بيعمل لي ايه وراه؟ بيدلك على الهبوط فين؟ ادي يا سيدي شويه سيوله اقدر استهدفهم على الاقل، ادي يا سيدي شويه سيوله اقدر استهدفهم على الاقل. فهمت قصدي؟ انما السعر ما عمليش كده، ده ما شاء الله عم بيفضل يعمل لك سيوله وينضفها، يفضل يعمل لك سيوله وينضفها. فعشان كده انا ما اتوقعش خالص الهبوط. يعني هو ممكن يهبط، ممكن يهبط 100 بيب مثلا، 50 بيب ولا حاجه، وبعدها يكمل صعود. طيب احنا دلوقتي عايزين بقى هنفكر نشتري عشان نكسر المنطقه دي. يعني بص يا شباب، انا بالنسبه لي هفكر اشتري برضه، وانا اعتمادي يمكن 50% سيوله 50% البرايس اكشن بتاع السعر، هو بيعمل لي ايه وهو بيتحرك، فاهمين؟ فانا الى الان مش هفكر ابيع من المناطق دي، ولكن هبدا اشتري منين؟ هبدا اشتري من المنطقه دي. على حسب برضه، على حسب ايه بقى؟ هقول لك على حسب ايه. على حسب ان السعر مثلا، عارف انت بقى الذهب هنا بيقول لك ايه بقى؟ في المناطق اللي زي كده بيبدا يتكلم مع الناس بس اللي يفهموا. ممكن السعر يطلع يديني قمه زي كده، وبعد كده يبدا ينزل شويه، وبعد كده الدنيا كده ويبدا ينزل. لا، اول لما اعمل كده اشتري وانا مطمن. ليه؟ خلاص هو دلوقتي سايب لك سيوله فوق تقدر تشتريها. المناطق دي بتبقى جذابه للسعر، يا سلام بقى لو عملهم لك كده، فاهمين قصدي؟ طيب جه السعر وعمل لك ازاي؟ نموذج تاني، جه السعر قام رادد لك من هنا، عمل لك كده شويه سيوله، بعد كده رحت رايح واخدهم وراح نازل. لا ما بيعش، مش هشتري انا، ولا هشتري ولا هبيع، انا هفضل اتفرج على السوق. هو ده وقت الفرجه. ليه؟ السعر هنا كان عامل لي شويه سيوله مثلا وليكن، وخدها بمنطقه قويه وبدا يهبط. فده لو هيدل على ايه؟ على ان السعر هيبدا يهبط. طب هيهبط فين ومش سايب لي السيوله تحت؟ فعشان كده بقول لك في الوقت لو السعر فعلا عمل لي كده، انا مش هفكر في شراء ولا في بيع، هستنى السعر بقى يكسر وابدا اشوف ايه برايس اكشن جديد. طيب انما لو عمل لي كده، وده اتوقعها، يعني دي الاقوى بالنسبه لي، ان السعر بقى ايه؟ اولا يعني برضو عايز اوريكم على حاجه. اليومين دول، اليوم اللي احنا شفناهم دول، واحد اتنين، تتوقع بعضهم شويه هبوط كده حلوين، او مش هبوط، تصحيح عامه. يعني هو ده، بص، اليوم الاثنين والثلاث زي ما انت شايف الشمعه دي ممكن تقريبا طلعت 1% و50، يعني 1.50%، ودي برضو داخل على 1%. فده مش طبيعي. ولكن السعر لو هيكمل، لا، عايز شويه سيوله تحت كده ياخدها، ولكن برضو زي ما بقول لك هو مش سايب لي السيوله. طب نعمل ايه بقى؟ ما انا زهقت بصراحه. انا عن نفسي ممكن بكره ابقى بره السوق، على حسب برضو البرايس اكشن. يعني هو السعر المفروض يصحح، طبيعي جدا ان هو يبدا يصحح شويه كده. في التصحيحه دي بقى نقدر نشوف السعر هيعمل لي ايه. لو سايب لي السوق وراه يبقى اشتري وتارجت المنطقه دي نهايتها. ماشي. طيب صحح لي بس بشويه سيوله، واخدهم لي بمنطقه قويه زي كده، لا هخرج بره السوق. بس يا سيدي، ده اللي انا كنت عايز اقوله لكم في الذهب. الفيديو طول شويه.